وتملي هتجري ولا فلوس في بدايتك مش هتوصل لحاجه. الفلوس بتمثل ايه لدكتور مايكل؟ جيت على الجرح. بص، عشان مش عايزين نقول الكلام الكليشيه وان الفلوس هي وسيله مش غايه. يعني انا في رايي الشخصي الفلوس وسيله وجزء من الهدف او جزء من الغايه، على حسب انت هتوظفها في ايه. يعني انت مثلا عايز تعمل مشروع، فالفلوس هنا وسيله مش هدف. طب انت خلاص عايز تبطل شغل لاي سبب كان وعايز تعمل مثلا وديعه تعيش بالريع بتاعها، فالفلوس هنا هدف. لا، محتاج فلوس عشان احطها في البنك عشان تجيب لي فلوس. على حسب انت الفلوس هتوظفها ازاي. الفلوس شيء مهم بس هي مش كل حاجه. اللي يقول الفلوس كل حاجه ده ما بيفهمش. وتملي هتجري ولا فلوس في بدايتك مش هتوصل لحاجه. هتفضل تجري ورا سراب، لانك انت مش لازم تاخد مقابل تعبك بالذات في البدايه فلوس. ويفهم كلامي دوت الناس اللي عامله بيزنس، بدات بيزنس. انت بتتمرمط في الاول بدون مقابل، يعتبر مقابل بسيط خالص، مقابل الخبره علشان تتعلم وتفهم الموضوع ماشي ازاي. وانما انت بقى هتقعد باشا وانا لا ما خدتش كذا، ما انت مش هتاخد فلوس في الاول. فالفلوس مش كل حاجة. الفلوس بتيجي لوحدها مع النجاح. انت طالما نجحت الفلوس جايه لك. فانت خلي هدفك، كنت بتعمل مشروع، كنت في وظيفة معينة، هدفي ان انا انجح في شغلي، وبعدين الفلوس كده كده تابع للنجاح لا محالة.